فيلمنا النهارده بيحصل فيه حاجة غريبة قوي، وبنعرف ان في روح شيطانية كانت محبوسة في الجحيم وخرجت علشان تدور على شخص معين تقدر انها تسكن فيه. وفي المطعم بنشوف الناس كلها قاعدين يضحكوا ويتكلموا، وفي اللحظة دي بتكون الروح الملعونة دي موجودة في المكان ومفيش اي حد شايفها وهي بتدور على الشخص المناسب ليها. والغريب يا صديقي في الموضوع ان الشيف اللي اسمه آد هو الوحيد اللي بيكون شايف الروح دي، ولكن ما بيقدرش يقول ولا كلمة وبيكمل شغله ولا كأنه شايف اي حاجة. وبنعرف ان آد عنده قوة خارقة من وهو صغير، وانه بيقدر يشوف الارواح وكمان الناس الميتة. ومش بس كده، ده كمان بيقدر يتعامل معاهم حتى لو كانت الارواح دي شريرة. وبنعرف كمان ان الارواح دي لو عرفت ان في حد شايفها مش هتسيبه في حاله وهتفضل تعذب فيه لحد ما يموت بطريقة غريبة، زي مثلا حادثة مفاجأة ولا حاجة. وعلشان كده آد معرفش اي حد بالقوة الخارقة اللي عنده، واختار انه يشتغل شيف ويخبي السر بتاعه. وبيكون آد بيحب بنت جميلة بتيجي المطعم، وفي اللحظة دي بتقرب منها روح الشيطان، وبيراقب آد الروح وهي بتقرب من حبيبته ستورمي. وزي ما تكون كده الروح اختارتها هي، وفجأة كانت الروح هتسيطر عليها، ولكن آد حدف بوسة كده في الهوا لحبيبته وهي مسكتها في ايديها. وفي اللحظة دي بتبعد الروح عنها وبينقذها آد على آخر لحظة. وبتشك روح الشيطان في آد وبسرعة بتقرب منه وبتحاول تعرف إذا كان هو شايفها ولا لأ، ولكن آد بيقدر إنه يتعامل بذكاء معاها وبيكمل شغله عادي جدا، وبيتكلم مع ستورمي وبيتجاهل الروح تماما. وكان هادي جدا لدرجة إن الروح صدقت إنه فعلا مش شايفها وإنه مجرد شخص عادي. ولكن يا صديقي الموضوع مش بيخلص لحد كده والسلام، لا ده الموضوع أكبر وأخطر من كده، لأن آد بيكون عارف إن أي روح بتظهر لازم يموت شخص قصادها. وفعلا هو ده اللي بنشوفه لما بتودعه ستورمي وبتخرج من المطعم، وبنشوف إن روح الشيطان بيخرج وراها، وبيكون آد عارف إنها بتودعه الوداع الأخير. وفي اللحظة اللي بتكون الروح خلاص قربت من ستورمي، بيدخل راجل اسمه روبرت للمطعم وبيلفت انتباه روح الشيطان، فبتسيب ستورمي وبتروح وراه. وده بسبب إن الروح بتنجذب أكتر للأشخاص اللي عندهم أفكار سلبية. وبيعرف آد إن روبرت هيموت وإن هو الشخص اللي اختارته الروح علشان تسكن في جسمه بعد ما يموت. وفجأة بيدخل المطعم أرواح تانية وبيكونوا كلهم جايين علشان روبرت، وبتقرب الأرواح كلها منه وبيكونوا عارفين إنه خلاص هيموت دلوقتي. وبيخرج روبرت من المطعم وبتخرج وراه الأرواح كلها، وبيستغرب آد من اللي بيشوفه لأن دي بتكون أول مرة حاجة زي كده تحصل وإن الأرواح كتيرة تتجمع على حد. فبيحس آد إن في خطر كبير وإن المرة دي في أشخاص كتيرة هتموت، وبيمشي وراه آد علشان يعرف المكان اللي هيروح روبرت وإيه سبب وجود الأرواح دي كلها معاه. وفي نفس الوقت بتقول له بوبو زميلته إن هي شافت حلم غريب وإن في أشخاص كتيرة ماتت في الحلم، وبتقول له كمان إن هي شافته في الحلم وهو بيموت. فبيتصدم آد وبيتوتر لما بيسمع كلامها وبيحاول إنه يطمنها ويهديها. وبعد كده بيسيبها وبيمشي علشان يروح وراه روبرت اللي بيكون دخل محل الآيس كريم بتاع ستورمي. وبتكون ستورمي مش بس حبيبته، لا دي بتكون على طول واقفة جنبه في كل المواقف الصعبة وبتدعمه كمان في شغله. وبنعرف إنها السبب في شغل آد ده، غير كمان إن آد بيثق فيها ثقة كبيرة جدا. وبيكون آد ما عندوش أي قوة خارقة تانية غير إنه بيشوف الأرواح وبيتكلم معاهم، واللي على الرغم من إنه كويس وطيب جدا وخجول كمان، ولكن في أوقات كده بتحس إنه شخص غريب شوية، ونادر لما بتلاقي البنات شخص زيه. ومع قدرته الخارقة للطبيعة دي بنشوف إنه بيتعامل عادي ومش شايف نفسه مميز، وعلشان يكمل حياته اختار إنه يخبي السر ده حتى عن أقرب الناس ليه. وبنعرف كمان إن أمه كان عندها نفس القوة الخارقة دي وإنها كانت بتقدر تتواصل مع الأرواح، ولكن هي بقى ما خبتش القوة الخارقة بتاعتها لحد ما الناس فكروها مجنونة ودخلت مستشفى للأمراض العقلية. وفي أوقات كتير كانت الأرواح هي اللي بتدور على آد وبتوصل له علشان يساعدها، وفعلا كان بيتعاطف آد مع الأرواح الحزينة وبيساعد الشرطة في حل لغز قضايا القتل اللي بتكون الضحايا فيها مظلومة، وبالفعل بيقدروا يوصلوا للمجرمين الحقيقيين اللي عملوا كده. ولكن الشرطة بتكون مستغربة من وجود آد في كل قضية وإنه إزاي بيقدر يحل اللغز ويوصل للقاتل الحقيقي، ولكن المأمور بيكون هو الوحيد اللي عارف القوة الخارقة اللي عنده وبيساعده إنه يخبيها.
فيها. وفي الوقت ده بيقرر انه يعترف لستورمي ان عنده قوة خارقة وانه بيقدر يشوف الارواح. وفي اللحظة دي بيخرج روبرت من محل الايس كريم وبيحس اود ان في حاجة غريبة، خصوصا لما شاف روبرت خارج من المول لوحده من غير الارواح. فبيقرر انه يروح المول ويشوف الارواح بتعمل ايه. ولكن في اللحظة دي فجأة بتحصل حاجة غريبة وبتتفتح بوابة للجحيم قدام المول، وبتدخل الارواح كلها جوه البوابة دي وكأنها ما كانتش موجودة من الاساس في المول. وبيتصدم اود من اللي حصل وبيستغرب من البوابة دي وبيشك في روبرت وانه ممكن يكون في حاجة غريبة بتحصل. فبيروح بالموتوسيكل بتاعه وراه علشان يراقبه وبيشوفه وصل لمكان غريب وفيه بيت. فبيروح اود علشان يشوف ايه البيت ده، وبيستغل ان روبرت بره وبيدخل البيت وبيفتش فيه وبيشوف على الترابيزة سجاير مختلفة. فبيعرف ان كان في هنا اشخاص تانية مع روبرت، وبيلفت انتباهه باب الأوضة ده. فبيحاول انه يقرب منه وفجأة بيخرج هوا بارد زي ما يكون عاصفة ثلجية، وبيتجمد اود لدرجة انه كان هيموت من البرد. وبيلاحظ ان العاصفة دي كلها دخلت تاني من باب الأوضة، وبيفتح اود الباب وهو خايف وبيدخل الأوضة دي، وهناك بيلاقي فيها حيوانات متجمدة. وبيعرف ان في عاصفة ثلجية غريبة في الأوضة. وفي اللحظة دي بيلفت انتباهه ضوء أزرق خارج من فتحة في الحيطة، فبيدخل ايده علشان يعرف ايه مصدر الضوء ده. وفجأة بتخرج مادة سوداء من الفتحة دي وبتتملي الأوضة كلها. فبيخاف اود وبيسحب ايده وبيهرب بسرعة من الأوضة. وفجأة بتتفتح بوابة كبيرة لونها اسود لدرجة ان الأوضة كلها بتدخل لعالم تاني. ولو كان اود اتأخر ثانية واحدة بس كمان كانت اخدته البوابة هي كمان. وبيحس اود ان في روح في المكان، فبسرعة بيستخبى ورا باب الأوضة وبيشوف الأرواح الكتيرة بتخرج من الأوضة. وبنعرف ان لو بوابة الجحيم ظهرت في الوقت ده يبقى هتحصل كارثة كبيرة جدا. وفجأة بتحس روح من الأرواح اللي في المكان ان في شخص موجود وبيحبس اود انفاسه من كتر الخوف. وبتدور الروح في كل مكان، وبعد شوية بتختفي الأرواح كلها. وبيرجع اود للأوضة تاني وبيشوف الحيوانات المتجمدة بترجع لحياتها من تاني. وبيكمل اود تفتيش في البيت وبيشوف صور لناس متوفية، وبيشك ان روبرت مجنون وبيقتل الناس. وبنشوف اود بيتكلم مع المأمور في التليفون، ولما كان بيدور بيشوف درج فيه ملفات كتيرة ومكتوب على كل ملف التاريخ. وبيلاحظ ان يوم 15 مش موجود، وبيعرف ان روبرت بيخطط لقتل اشخاص تانيين في اليوم ده. وفي اللحظة دي بيوصل روبرت البيت وبيخرج اود بسرعة من البيت وبيروح وبيقابل المأمور. وبنعرف ان المهمة دي صعبة جدا وان اود بيركز على التفاصيل، اما المأمور فبيكون واثق في اود وبيقول له ان هو امر الضابط الجديد فارنر يحقق في القضية. وبيقول له كمان انه مش هيقدر يعتقل اي شخص من غير اي دليل. وبيطلب من اود انه ياخد اجازة ويريح اعصابه ويقضيها مع حبيبته ستورمي. وبالليل بيروح اود وستورمي للكنيسة وبيطلعوا البرج اللي هناك وبيستمتعوا جدا بالوقت مع بعض. وفي اللحظة دي بيجي روبرت عندهم في الكنيسة وهو متعصب وشكله غريب، وبيشوفوا اود وبيستغرب انه هو عرف مكانهم ازاي. وبينزل اود بسرعة من عنده وبيفتكر انه هو القاتل، فبيخاف اود وبياخد ستورمي وبيستخبى بسرعة في أوضة جوه الكنيسة. وبعد شوية بيحس اود بهدوء في الكنيسة وبيفتح باب الأوضة علشان يشوف في أرواح في المكان ولا لأ. وفجأة بتسمع ستورمي صوت غريب عند الباب اللي وراها، وعلى طول بياخدها اود وبيخرجوا بسرعة من الباب الخلفي اللي في الكنيسة وبيركبوا الموتوسيكل وبيمشوا. وبيتصل بالمأمور وبيعرفه ان روبرت راح لهم الكنيسة، وبيطلب من المأمور يروح الكنيسة ويقبض عليه. وبيروح فعلا المأمور مع فريقه للكنيسة وبيشوف ان المكان فيه فوضى وان مفيش اي علامات بتأكد ان روبرت اساسا كان موجود في الكنيسة. وبيتصل المأمور على اود علشان يقول له ان مفيش اي دليل ضد روبرت. وبعد شوية بيطلب المأمور من الضابط اكلز ان هو يقابل اود ويسأله على اللي حصل معاه في الكنيسة. وبنعرف ان الضابط ده انضم جديد للفريق هو وفارنر. وبنشوف الضابط اكلز بيقابل اود وستورمي، وفي اللحظة دي بتشوف ستورمي كلمة بود على ايد الضابط، ولما بتسأله عن معنى الكلمة دي بيتجاهلها اكلز ومش بيرد على السؤال. وبنعرف ان اكلز ده شخص غريب جدا. وبعد مقابلة الضابط بيحس اود ان روبرت بيراقبهم وبيكون خايف جدا. وبنعرف ان يوم 14 عدى وان هم دلوقتي في اليوم الجديد اللي هو 15. فبيطمن ستورمي وبيقول لها ان هي ما تخافش من اي حاجة وانه هيفضل
ويفضل معاها دايما. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ بنت بتطلب المساعدة، وبنعرف ان يوم 15 بتكون بداية القتل في المدينة، وبنشوف البنت خايفة من كلاب شرسة بيجروا وراها وعايزين يقتلوها، وبسرعة بيجري اود علشان ينقذها. وفي اللحظة دي بتكون الكلاب هجمت على البنت ووقعوها في الارض وموتوها. وبيوصل اود المكان اللي فيه البنت وبيشوفها على الارض ميتة، وبيكون في راجل غريب في ايده مسدس جنب البنت، وبيقول ان هو كان بيحاول ينقذها ولكن ضربها بالنار بالغلط. وبنعرف ان البنت دي كانت زميلة الضابط فارنر. وبسرعة بيوصل المأمور وفريقه لمكان الحادثة، وبنشوف ان الراجل القاتل زعلان على البنت، وبيكون الضابط فارنر زميل البنت الميتة مش مهتم بموتها خالص. وفي الوقت ده بيكتشف المأمور ان البنت دي كانت مخطوفة وان هي كانت بتحاول تهرب، فبيقول لأود ان هو شاف الكلاب دي في بيت روبرت، وده دليل ضده ان هو اللي بيقتل الناس. وبيطلب المأمور من فريقه ان هم يقبضوا عليه. وبيروح اكلز عند اود وبيقول له انت شايف نفسك مين علشان نصدق كلامك، وبيتهمه ان هو الخاطف الحقيقي. فبيدافع المأمور عن اود وبيأمر اكلز ان هو يراقب روبرت. وبيكون اود مش عارف يفسر كل اللي بيحصل في المدينة، وبيدي المأمور سلسلة فيها سحر علشان تحميه. وبتوصل ستورمي واود لبيتها، وبيطلع اود لأوضتها علشان يطمن ان مفيش اي خطر عليها. فبتطلب منه ستورمي ان هو يفضل معاها. وتاني يوم بيروح اود لبيته وبيحس ان في روح قدام البيت، وفجأة بتظهر روح راجل وبيمسك في اود وبيحاول يعرفه ان هو مظلوم وبيطلب منه المساعدة كمان. وفي اللحظة دي بتيجي بقية الارواح وبيطلبوا منه المساعدة، وبنعرف من هدوم الارواح ان هم زمايل في الشغل وبيشتغلوا في صالة البولينج. فبيخاف اود من شكلهم وبيسألهم ايه اللي حصل. وفجأة بتشيل الارواح فوق كتفهم وبتجري بسرعة بيه. وفي اللحظة دي بيجي شخص وبيضرب الارواح بالنار وبتموت الارواح على طول، ولكن بتكون في روح لسه شايلة اود وبتدخل لبيته، وبيكون اود مصاب برصاصة. وبعد كده بيفوق اود من النوم، وبنعرف ان الارواح اللي شافها بتكون حلم مش اكتر، ولكنه بيخاف جدا علشان معظم احلامه للاسف بتتحقق. وتاني يوم بيروح اود لشغله عادي، وبالليل بيقابل ستورمي عند صالة البولينج وبيقول لها على الحلم الغريب وان هو جاي يدور على الناس دي. وبيدخلوا الصالة وبيشوف العمال لبسوا نفس الزي اللي لابساه الارواح في الحلم، وبيكون اود عايز يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. فبيقول لها اود ان زميلته في الشغل حلمت بنفس الحلم، وبيروح اود وستورمي عندها وبيسألوها على تفاصيل الحلم بتاعها، فبتقول انها للاسف نسيته، ولكن اود بيستخدم قدراته النفسية علشان تفتكر تفاصيل الحلم. وبتشوف انوار جامدة ودوامة على شكل دايرة وناس بتشجع في لعبة كورة ونافورة كبيرة والجثث والدم في كل مكان. وفي اللحظة دي بتفوق زميلته من رؤية الحلم وبتكون مش قادرة تحدد المكان اللي فيه الجثث. وبيعرف اود ان المدينة هتتعرض لهجوم ارواح دموية، وبتقول له زميلته ان هم مجرد اشخاص عاديين وان مفيش اي خطر عليهم. وبيطلع اود عند ابنها الصغير علشان يطمن عليه، وبيفتح باب الأوضة وبيشوف ارواح كتيرة، وبتكون زميلته وستورمي مش شايفين الارواح دي. وبيخاف اود جدا بس بيتظاهر ان هو مش شايفهم، وبيعرف ان ظهور الارواح الكتيره في المدينه هيتسبب في هجوم كبير وان الهجوم هيبقى في مكان قريب من هنا. وبيروح اود للبيت وبيكون النور شغال وفي مسدس على الارض، وبنعرف ان هو هيقع في مشكله كبيره. وبيروح الحمام وبيشوف جثه في البانيو وفي ظهرها طلقات رصاص، وبيتفاجئ بان دي جثه روبرت. فبيتوتر اود وبيكون عايز يعرف مين اللي ورا مخطط الهجوم على المدينة وإن ممكن يكون في شريك مع روبرت. وبيكون اود عايز يتصل بالمأمور بس بيشك إن في شخص عايز يتهمه بقتل روبرت علشان يبعده عن هجوم الأرواح في المدينة. فبيقرر اود إن هو ما يعرفش أي حد، وبياخد جثة روبرت وبيحطها على القماش، وبيشوف على الجثة جروح كتيرة وفي سائل لونه أصفر بينزل من بقه. وبيمسك إيد روبرت وبتكون متجمدة، وبيعرف إن هو ميت بقاله فترة. وبيفتكر اود إن المأمور لما راح الكنيسة ما شافش بصمات ايد روبرت وان هو كان مختفي من زمان، وان ستورمي قالت له ان هي ما شافتش روبرت برضه من زمان. فبيعرف اود ان الشخص اللي كان في الكنيسة هي روح روبرت. فبيسأل اود نفسه ليه روحه كانت بتطرده وكانت متعصبة ومين كمان اللي قتله. وبيربط اود الجثة في القماش وبيحدفها على العربية وبينزل بسرعة وبيحطها في شنطة العربية، وبيسوق العربية وبيروح في مكان ما فيهوش اي ناس وبيكون سجن مهجور وبيخفي الجثة فيه.
وبعد ما خلص اود وهو مروح بيشوف ارواح كتيره في المدينه وبيخاف من عددهم، وبتكون دي علامه ان هجوم الارواح بدأ على المدينه، وان لو ما اتقبضش على القاتل هيحصل كارثه كبيره جدا. وبعد ما بيعدي من بين الارواح بيقرر يروح عند المأمور في بيته علشان يحذره من هجوم الارواح. وبيوصل اود وبيشوف عربيات شرطه كتيره قدام باب البيت، وبيعرف اود ان في شخص غريب ضرب المأمور بالنار في بيته، وان اللي ضرب نار على المأمور شريك روبرت. وبيروح المستشفى علشان يشوف المأمور، وبيقابل الضابط فارنر وبيقول له الضابط ان المأمور لسه عايش ولكن في اوضه العمليات. وفي اللحظه دي بتيجي مرات المأمور وبتشكر اود علشان السلسله السحريه اللي اداها للمأمور انقذته، ونجحت في تحويل رصاصتين، بس الرصاصه الثالثه اصابته بس بعيد عن قلبه. وبيقرر اود ان هو يكمل مهمه انقاذ المدينه من غير مساعده المأمور، وبيروح بيت روبرت علشان يدور على اي حاجه تساعده، وبيجمع معلومات عن روبرت وشركائه من على الكمبيوتر. وفي اللحظه دي بيكتشف حاجه وبيسمع صوت غريب من التلاجة، فبيروح المطبخ وبيشوف التلاجة وبيشوف حشرات وصوابع ايد مقطوعه واسنان، فبيقفل باب التلاجة وبيكون واقف وراها روح روبرت، وبيتظاهر اود بقوه عقليه وبيكون مش خايف، فبتهجم روح روبرت على اود. وبنعرف ان الارواح ما بتعرفش تضرب الاحياء، وبتكون روح روبرت ذكيه وبتعمل زلزال جامد في البيت، فبيخاف اود وبيحاول يهرب من البيت، ولكن في اللحظه دي بيتحدف على اود شاشه التلفزيون والغساله، فبيقع على الارض وبيقوم بسرعه وبيشوف ان الغاز بيتسرب في المكان. وبتكمل روح روبرت تهجمها على اود وبتحدف عليه التلاجة، وبنشوف كمان البوتاجاز بيولع. وفي اللحظه دي بينط اود من الشباك وبيتفجر البيت بروح روبرت، وبيركب اود العربيه وبيحس بخيبه امل علشان معرفش يجيب اي دليل، وبيروح السجن المهجور علشان يشوف الجروح اللي في جثه روبرت يمكن يلاقي اي دليل ولا حاجه. وبيوصل للسجن المهجور وبيشوف اود وشم مكتوب فيه كلمه بود جنب الجرح على جثه روبرت، وبيفتكر ان الوشم ده كان موجود على ايد الضابط اكلز. وبيعرف اود ان اكلز كان شريك روبرت، وبيعرف ان الوشم ده بيكون رمز لمجموعه الظلام اللي اختارتهم الارواح الشريره، وان لما الخطه فشلت قتلت الارواح روبرت وكانوا عايزين يتهموا اود، وبيعرفوا ان روبرت مات بسببه، وعلشان كده راح روبرت عايزه تنتقم من اود. وبنعرف ان المكان اللي مات فيه روبرت كان المركز التجاري اللي بتشتغل فيه ستارمي، وبيروح اود عند المحل فعلا وبيشوف عربية اكلز موجودة هناك، فبينزل من الممر وبيمسك مضرب البيسبول وحذر الامن اللي موجود في المركز التجاري. ولكن لما بيروح الاوضة اللي فيها كاميرات المراقبة بيشوف ان الحراس مغمى عليهم وفاقدين الوعي، وفجأة بيظهر راجل وبيستخبى اود ورا الباب، واول ما بيتحرك الراجل بيضربه اود بالمضرب وبيشيل الراجل القناع بتاعه، وبيكتشف اود انه مش اكلز وانه الضابط فارنر، واكتشف اود ان فارنر كان شريك معاهم، وبيعرف ان في شركاء تانيين معاهم، ولما عرفت صاحبة فارنر بخطتهم خطفوها. وبعدها بياخد اود مسدس فارنر وبيعرف انه ناقص منه 3 طلقات، فبيعرف ان الطلقات دي هي اللي اتضربت على المأمور، وان فارنر هو اللي بيضرب بالمسدس، ولو ما كانش اود اتصاب وراح المستشفى كان ممكن يموت هو والمأمور. وراح المركز التجاري علشان يمسك باقي المجرمين وينقذ الناس اللي موجودة جوه، ولكن بيكون المركز كبير ومش بيعرف يدور عليهم. وبعدها شاف شوية من العمال بيتغدوا سوا، والمشهد بيكون شافه في الحلم قبل كده، وشاف صاحبته في المركز، وشاف ناس كمان بتتفرج على الشاشة وبتشجع فريقها. وبيكون اود قلقان وخايف ان هو ما يعرفش ينقذ الناس ولا ينقذ ستارمي. وفجأة بتتفتح بوابة وبيخرج منها ارواح كتيرة وبتنتشر في المركز كله، وبيقعدوا يدوروا على الهدف اللي خارجين علشانه، والناس اللي كانت موجودة في المركز ما كانتش شايفاهم خالص، ومفيش غير اود بس هو اللي قادر يشوفهم، وكان خايف جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وفجأة بيصرخ شخص، وفي اللحظة دي كل الناس اللي موجودة بتحس بالخوف وبيحاولوا ان هم يهربوا بره المركز، ولكن بيلاقوا كل الابواب مغلقة. وبيجري اود جوه المركز وبيروح علشان ينقذ صاحبته اللي بتكون لسه بتشتغل في المحل بتاعها. وفي الوقت ده بيسمع صوت ضرب نار، وبيشوف اود راجل لابس قناع وماسك بندقية وبيضرب بيها في كل مكان، وبتبقى ستورمي موجودة وبتكون خايفة ومرعوبة، فبيستغل اود الفرصة دي لما بيشوف الراجل اللي بيضرب بيملى ذخيرة البندقية، فبيجري عليه وبيضرب عليه نار. وفي اللحظة دي هجمت الارواح عليه وبتمنعه انه يضرب نار على الراجل اللي لابس القناع، وبيحاول الراجل يضرب نار على اود ولكن بيهرب من الارواح، وبيضرب اود عليه نار وبيقتله. وبيجري بسرعة في المحل اللي شغالة فيه ستورمي، وبيكون خايف علشان يشوف ان الضرب كله كان في المحل، وبيفتكر ان ستورمي
ماتت، ولكن ستورمي بتقف، ولما بيشوفها اود بيرتاح وبيطمن ان هي كويسة وما حصلهاش اي حاجة، وكان بالفعل رايح لها، ولكن شاف الروح بتاعت صاحبة فارنر واقفة، فبيعرف ان الخطر لسه موجود، وبيروح عند الراجل اللي لابس قناع وبيشيل القناع، وبيعرف انه مش اكلز وانه الراجل اللي قتل صاحبته بالغلط، وبيعرف اود ان اكلز عنده خطة تانية، وبيجري اود ورا روح البنت دي علشان يروح يدور على اكلز، وبيوصل اود للجراج وبتختفي الروح، وبعدها بيفتح اود العربية وبيلاقيها مليانة متفجرات، فبيعرف انهم مخططين يفجروا المركز وان الخطة دي من الارواح، فبيحاول اود انه يتخلص من المتفجرات دي كلها قبل ما تدمر المركز، ولكن بتظهر روح وبتقدر تسيطر على الحارس اللي كان واقف، وبيضرب راجل الامن اود بالمسدس اللي معاه، وبيعرف اود ان الروح اللي مسيطرة على الحارس هي روح اكلز، وبيدخل اود العربية وبيحاول ان هو يهرب، ولكن بيضرب الحارس عليه نار، وبيحاول ان هو يمشي بالعربية وبيخرج من الجراج، فبيحاول يهرب من اكلز وانه يخرج العربية بره المكان علشان ما حدش يموت، وبنشوف الحارس ماسك في باب العربية وبيضرب نار على اود، ولكن بيحمي اود نفسه ومش بتيجي الرصاص فيه، فبيتعصب اكلز من الحارس اللي مسيطر عليه، وبيحاول انه يركب العربية مع اود، وفعلا بيركب معاه، ولكن اود بيفتح الباب من الناحية التانية وبينط من العربية، فبتعمل العربية حادثة وبتنفجر، وبيكون الحارس جواها، وبتكون روح اكلز مصدومة من اللي حصل وبيفقد اود وعيه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى، وبتكون ستورمي موجودة جنبه، واحتفلت المستشفى بأود لأنه أنقذ المدينة كلها، وبيكون في معجبين كتير لأود في الشوارع، ولكن مش بيهتم أود بكل ده، وبيبقى مهتم بستورمي، وبيكونوا عايشين سوا ومبسوطين، وبعد أيام بيخبط باب الشقة بتاع أود وبيكون المأمور، فبيستضيفه أود، ولكن بيقول المأمور إن مهمته خلاص خلصت وإنه لازم يمشي من المدينة، وبعدها بيشوف ستورمي وبيلاقي إن هدومها مليانة دم، وبيكتشف اود ان ستورمي ماتت يوم ضرب النار اللي كان في المركز، وان هي كل ده كانت مجرد روح مش اكتر، وكان اود مصدوم ومش مصدق ان هي مش موجودة، وبيفوق بعدها وبيعرف ان هي فعلا ماتت وما بقتش موجودة، وكان متضايق جدا علشان ما قدرش ينقذها، وبعد ما انقذ كل المدينة بيشوف ستورمي وهي ماشية ومحدش بيقدر يشوفها غيره، وبعد سنين بنعرف ان اود مشي من المدينة بعد ما عرف ان ستورمي خلاص ماتت، وبيعرف ان هو محتاج يستنى 60 سنة علشان يشوفها مرة تانية. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة، استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.